اهلا 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 بالابطال، ايه الاخبار؟ النهارده عندنا كلام جامد قوي. النهارده هنطلع بطاقه ان احنا كده بقينا ناس جوه بلندر جامدين قوي. النهارده هنخلي المجسمات اللي احنا عملناها جوه بلندر دي تبان الى حد ما ان هي حقيقيه. ازاي هنعمل ده مع بعض؟ كلمه السر النهارده هتبقى لا مش كلمه واحده، هي 3 كلمات: شيدنج، تكتشرنج، ريندرنج. الثلاث حاجات دول هم اللي هيساعدوك انك تطلع الحاجه بتاعتك ان هي تبان حقيقيه. في الفيديو ده هنتعلم ازاي نحط الماتيريال على المجسمات بتاعتنا، ازاي نديها التفاصيل اللي احنا محتاجينها، وفي الاخر نطلع صوره تحس ان هي عمل فني. لو انت جاهز تطلع بطاقتك في ال 3 دي النهارده، فانا بدر دياب ويلا بينا. طيب يلا بينا يا شباب، نبدا بقى وناخدهم كده بالترتيب. تعالى الاول كده نتكلم عن الريندرنج. الريندرنج هو بيبقى موجود، البروبرتيز بتاعته هنا بيبقى موجود في الايكون اللي هنا دي. لما بتدوس عليها بيفتح لك كل الخصائص اللي انت شايفها قدامك دي. طيب اول حاجه عندنا عايزين نبص عليها، عندنا حاجه اسمها الريندر انجن. الريندر انجن دوت هو المحرك المسؤول عن الريندرنج. في كذا ريندر انجنز كتير جدا في العالم بتاع ال 3 دي. بلندر فيه 3 منهم، هنعرف ايه الفرق ما بينهم دلوقتي. بس هو الريندر انجنز دي هي مسؤوليتها ان هي تخرج العمل بتاعك من كون انه مجرد شويه حاجات انت عاملها كده ولونها جراي بس، الى انها تطلع للعالم وتكون شكلها الى حد ما يكون حقيقي. دي مسؤوليه الريندر انجن او الريندرنج عموما في اي سوفت وير. طيب تعالوا نبص عليهم كده بقى بالترتيب. اول حاجه عندنا هنا كده في حاجه اسمها، هتلاقي اسمها ايفي، وده الستاندرد اللي بينزل على اول ما تفتح البرنامج. ايفي هو مخصص اكتر للحاجات اللي هي بتبقى ما فيهاش لايتنج او ما فيهاش شادوز كتير قوي والاضاءه بتاعتها بتبان ان هي مش حقيقيه. متخصصه اكتر لان هي بتكون اسمها ريل تايم ريندر. ريل تايم ريندرنج ان انت بتشوف الحاجه اللي انت بتعملها اول باول على طول. فيزيائيا هي ما بتبقاش دقيقه قوي، الاضاءه بتاعتها والشادوز والحاجات بتاعتها بتبقاش دقيقه قوي، بتبقى موجهه اكتر للحاجات اللي هي الستايلايزد وفيها لعب او العاب، حاجات اللي هي الخفيفه شويه دي. يعني عاده انا ما بحبش استخدمها كتير. تاني حاجه عندنا هنا في السايكلز. السايكلز ده هو الريندر الاساسي اللي انا بعتمد عليه، وتقريبا كل الناس اللي بتشتغل على بلندر بتعتمد عليه، لان هو فيزيائيا ادق في جزئيه الاضاءه والشادوز والجلوبال انيميشن وكل الكلام ده هنعرفه دلوقتي. بلس انه كمان سريع كل الكوميونتي بيخدم عليه بشكل كويس جدا. ثالث حاجه في هنا الورك بنش. ده بصراحه انا ما استخدمتوش قبل كده وما اعرفش هو ممكن يكون بيعمل ايه يعني، بس برضه مش حاسس ان انا احتاجته خالص يعني قبل كده. بعد كده هتلاقي عندك هنا في حاجه اسمها سبورتد واكسبيرمنتال. السبورتد والاكسبيرمنتال برضه يعني اعتقد ان دي حاجه ممكن تكون يعني متقدمه شويه على انك تعرفها دلوقتي، بس انا عموما طول يعني بسيبها على السبورتد ما بيحصلش اي مشكله. ثاني حاجه عندي هنا وهي دي مهمه جدا بقى، الديفايس اللي انت هتعمل عليه الريندر. في السي بي يو وفي الجي بي يو. الفرق ما بين السي بي يو والجي بي يو: السي بي يو طبعا هو بيعمل ريندرنج على البروسيسور بتاعك، والجي بي يو بيعمل ريندرنج على كارت الشاشه. فلو انت من الناس اللي هي بتشتغل بالماك فطبعا هتبدا تشتغل على السي بي يو، لان السي بي يو في الماك هو اقوى وهو الاعتماد الكلي عليه. اما لو انت زي حالاتي كده بتشتغل بويندوز، فانا الجي بي يو هيبقى هو ده الاختيار بتاعك عشان خاطر الحاجه بتاعتك تطلع سريعه وفي نفس الوقت الجهاز بتاعك يستحمل. طيب لو انت هتشتغل على الجي بي يو في حاجه مهمه قوي المفروض نعملها. المفروض ان احنا نيجي هنا على الايديت ونختار بريفرنسز، ونيجي على السيستم وتخلي الاختيار بتاعك يبقى الاوبتكس، وتختار من هنا نوع كارت الشاشه بتاعك وتشيل البروسيسور اللي موجود. ده ليه بنعمل الحركه دي؟ عشان الاوبتكس دي هي اسرع وفيزيائيا اقوى. دي حاجات في الديفايسز بقى بتاعت الريندرنج. برضو بالمره طالما احنا جينا هنا، في عندنا هنا الاندو ستيبس، دي ممكن تعليها يعني الى 256. الاندو اللي هو كنترول زد تقدر ترجع قد ايه، فتقدر ترجع هنا لحد 256 خطوه، ودي حاجه ممكن تكون كويسه جدا. بعد كده هنيجي هنا على الزرار ده وندوس سيف بريفرنسز، وبس كده. دي حاجات مهمه جدا كان المفروض ان احنا نعرفها كده في البدايه عن جزئيه الريندر انجن. بعد كده بنيجي بقى للجزئيه اللي بعدها الا وهي السامبلنج. السامبلنج بتبقى معناها البرنامج هيعد كام خطوه او هيعد كام سامبل عشان خاطر يبدا يطلع لك الريندر بتاعك النهائي. هي بتبقى مقسومه لفيو بورت وريندرنج. الفيو بورت اللي انت بتبقى شايفه قدامك، الريندرنج الريندر اللي هو بيبقى المنتج النهائي اللي بيطلع في النهايه. هنتكلم عن الاثنين دول، هنتكلم عن الريندر دوت في النهايه، بس دي حاجه ممكن تبقى ادفانسد شويه. الفيو بورت بيبقى عندك بس هنا انت بتقول له ان هو بيعمل سامبلنج 64 سامبلنج عشان يطلع لك اللي احنا شايفينه. طيب قبل السامبلنج بقى تعالى نعمل تيست كده بتاع السايكل. طيب تعالوا نجرب دلوقتي كده بقى نشوف ايه الفرق ما بين السايكل والايفي عشان خاطر برضو الموضوع يوصل لنا احسن حاجه. طيب تعالوا نخش بقى كده على الريندر في ايفي زي ما اتفقنا ونشوف مع بعض الشكل هيبقى عامل ازاي. بصوا كده شايفين الاضاءه بقت عامله ازاي، الريفليكشنز، لسعه الاضاءه. في ميزه وعيب هنا. الميزه انه ما بيحملش كتير زي ما اتفقنا، هتلاقي ما فيش عمليه الريسامبلينج كل شويه. بس العيب هنا ان هتلاقي حاسس ان الاضاءه مش طبيعيه، مش توزيع الاضاءه او انعكاسات الاضاءه او الشادوز مش طبيعيه. تعال عشان نفهم الموضوع ده تعال نخش هنا كده على السايكلز، نحاول بقى الريندر انجن بتاعنا نخليه سايكلز.
بصوا كده بقت عامله ازاي، في هنا ارتدادات للاضاءه وفي لسعه اضاءه شكلها باين ان هي حقيقي. بس واخدين بالكم بص كل ما بعمل اي خطوه او بعمل اي زوم او كده بص ايه اللي بيحصل. لو خدت بالك هنا كده بيبدا السامبلنج يبدا يعد معايا. بيعد قد ايه؟ بيعد ال 64 سامبلنج اللي هنا. فكده عندنا في السامبلنج هنا ال 64 دي بتدل على السامبلنج اللي هو قدامك هيحصل في الفيو بورت. فكده كفيو بورت هو هيعد 64 سامبل. لو خليت دي مثلا 100، تعال نبص هنا كده نعمل زوم اوت، هيعد لحد 100. طبعا انت ده بتختاره بناء على الكميه اللي انت عايز تحطها في السامبلنج اللي هيظهر الشكل اللي قدامك ان هو يكون مظبوط تقدر تشتغل عليه. يعني يفضل ان انت تخليها 100 بس عشان ما تهلكش كارت الشاشه بتاعك. وفي الريندرنج بقى بتبدا ان انت تزودها للاخر، ممكن تخليها مثلا 256 او تخليها 512 على حسب قوه الجي بي يو بتاعك، وكمان على حسب المشهد بتاعك محتاج دوت ولا لا. ده كله هنبقى نتكلم عنه ونشوف امتى نحط السامبلنج اكتر وامتى نقلله، بس لما نوصل ان احنا نطلع بروجكت يكون كامل. طيب عندي حاجه كمان هنا برضو اسمها النويز ثريشولد. دي برضو مهمه وبتساعد كتير جدا في حته انك لما بتيجي تشتغل بيحصل احيانا نويز كتير. ان زي ما انتم شايفين كده انا كل ما بعمل زوم كل ما بيبان معايا نويز كتير قوي. فانت لو جيت هنا علمت على الدي نويز دي، بص ايه اللي بيحصل عمليه دي نويز ان هو بيخلي الرقم دوت بيبقى يعني بصوا النتيجه دي في خلينا نقول لحد 25 سامبلنج هي زيها زي ال100 بالظبط. احنا ممكن نيجي من هنا كده نقول له خلي ده 25 سامبلنج كده، انا بريح كارت الشاشه بتاعي بحيث ان هو بيعد 25 سامبلنج بس وبيقف على كده. نفس الكلام ممكن تقدر تستخدمه هنا الدي نويز دوت، ممكن تقدر تستخدمه وانت بتعمل الريندر النهائي. ان لو الفايل بتاعك فيه نويز كتير قوي ممكن تعلم على الدي نويز دي وتستخدمها، او في طريقه ثانيه هتبقى اصح من الدي نويز دي بس دي حاجه مرحله متقدمه شويه ممكن نبقى نتكلم عنها بقى لما نوصل لمرحله الكومبوستنج. بتعلم من هنا كده بتفعل خاصيه الدي نويز داتا، وبنيجي هنا على الكومبوستنج او علمت على الدي نويز داتا دي بص اتفتحت لك حاجات تانية هنا كده. بنحط نوده جديده اسمها دي نويز نحطها في النص، بنوصل الايمج بالايمج والنورمال بالنورمال والالبيدو بالالبيدو، وطبعا بنيجي هنا نلغي الدي نويز دي طريقه للدي نويز ودي طريقه للدي نويز. دي طريقه ودي طريقه، بس انا من وجهه نظري دي بتبقى الطريقه الاصح، بتطلع لك الفايل بتاعك بيبقى دقيق بنسبه كبيره قوي احسن من الدي نويز دي. بس دي زي ما اتفقنا ان دي مرحله متقدمه دلوقتي، فخلينا ما نشغلش دماغنا بيها ونرجع تاني على الوضع بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه. نرجع تاني على اللاي اوت ونكمل مع بعض الخصائص بتاعه الريندرنج. عندي هنا بقى في شويه حاجات تانية كده مسؤوله عن الريندرنج. اللايت باسز دي هنبقى نتكلم عنها لما نوصل للفيديو بتاع اللايتنج. نتكلم عن الحاجات دي تغييرها بيفرق قد ايه في الريندرنج بتاعنا. الفوليومز الحاجات اللي هي مسؤوله عن لو انت عندك حاجات فيها فوج او فيها ضباب او فيها دخان او الكلام ده كله. من ضمن الحاجات المهمه اللي انا محتاج ان انا اعرفها هنا في الموشن بلور. لو انت بترندر فيديو فيه حركه او في موشن في حاجات بتتحرك، يعني يفضل ان انت تفعل خاصيه الموشن بلور دي عشان بيبقى في سنس كده او في سنه في الريندر كده بتبين ان هي حقيقيه. بعد كده عندي هنا في الفيلم دي بيبقى فيها خاصيه او فيها اوبشن مهم جدا جدا ان انت لو عاوز تعمل ريندر للاوبجكت بتاعك او الحاجه اللي انت عاملها دي وتطلعها ترانسبيرنت. يعني انا دلوقتي مثلا معايا الكيوب دوت وعايز اطلع الكيوب دوت يكون ترانسبيرنت عشان استخدمه على فوتوشوب، بفعل خاصيه الترانسبيرنت دي. وتعالى نشوف مع بعض كده هتبقى عامله ازاي. تعالى نخفي البلان اللي تحت دي، بصوا بتبقى عامله ازاي لو شلت الترانسبيرنت دي. في باك جراوند موجوده وراك، بص كده لما بفعل الترانسبيرنت كده خلاص كده انا الاوبجكت بتاعي بصوا كانك شايفه من الفيو بورت او شايفه في الشيدنج مود، بس هو لما هتيجي ترندره هيترندر من غير باك جراوند اللي موجود. لو حطينا الباك جراوند تاني كده هيترندر بيه. فده اوبشن مهم جدا وبيساعد ناس كتير من اللي بتحب تعمل ديزاينز. مثلا لو انت عندك فيجوال وعاوز ترندر حاجه معينه على 3 دي وتاخدها تحطها على فوتوشوب او الستريتور او وات ايفر، فدي بتبقى حاجه مهمه جدا ان انت تفعل الخاصيه بتاعت الترانسبيرنت دي. بعد كده الباقي كله ما اعتقدش ان هو ممكن يكون يعني ليه فايده دلوقتي قوي معانا، البيك والبرفورمانس والحاجات دي. فلو افترضنا ان انا خلاص كده ده تمام بالنسبه لي، ده البروجكت اللي انا عايز اعمل له ريندر، هاجي هنا على ريندر ادوس عليها. لو واخدين بالكم هنا في عندي نوعين من الريندر، في ريندر ايمج وفي ريندر انيميشن. ريندر ايمج انت بترندر صوره واحده بس زي ما انتم شايفين كده، هو بيرندر صوره واحده بس. طبعا السامبلنج زي ما اتفقنا بقى ال 150 سامبلنج اللي معانا اللي احنا كنا عاملينهم هنا دول ال 150 سامبلنج كده، هو رندر لي صوره واحده بس. طيب هتيجي تقول لي يا بدر دلوقتي الريندر دوت بيتسيب فين؟ هقول لك انه بلندر في حاجه غريبه جدا انا مش فاهمها، ان انت لو بترندر صوره واحده بس فانت لازم تعمل لها سيف بايدك. تيجي هنا ايمج سيف از وتيجي مثلا على حته زي كده وتعمل لها السيف اللي انت محتاجه. لو محتاج ان هي تكون بيها في لو انت مرندرها ترانسبيرنت ان هي ملهاش باك جراوند، فبتختار من هنا حاجه اسمها ار جي بي اي تزود حرف الاي ده. لو محتاجها صوره عاديه زي ما انت شايفها كده بتختار من هنا ار جي بي وتخلي الكلر ديبس بتاعك يكون 16 عشان تستنفع باقصى حاجه موجوده وتدوس سيف، وده بيبقى شكل الصوره بتاعتنا اللي احنا عملنا لها ريندر. طيب النوع الثاني من الريندر بقى زي ما اتكلمنا ان هو الريندر انيميشن. لو دوست هنا كده على الريندر انيميشن هو بيبدا يشوف الانبوت والاوت بتاعك كام. هنا الستارت 1 لحد 120 فهو هيرندر 120 فريم
على حسب بقى الانيميشن اللي موجود فيها. زي ما احنا شايفين مثلا كده الكيوب دوت بيعمل شويه انيميشن كده سريعه. طيب الاختصار بتاعهم ايه؟ ده F12، ده كنترول F12. طيب الريندر انيميشن من ضمن الحاجات المهمه. طيب هتيجي دلوقتي تقول ان هو الصوره بتتسيف بايدينا. الريندر انيميشن بقى لا، الريندر انيميشن لازم تيجي هنا على الاوتبوت وتختار ده الريزوليوشن بتاعك كام في كام، و يعني انت محتاجه مثلا بقى 1920 في 1080. البرسنتج دي حاجه ذكيه جدا في بلندر، انك لو انت محتاج مثلا دلوقتي ترندر نص المساحه دي بس، فبدل ما انت تيجي من هنا تغير دي تخليها مثلا 720 في مش عارف كام وكده، لا بتيجي من هنا كده على البرسنتج دي تخليها 50%، هو كده هيرندر لك نص القيمه اللي انت شايفها دي. طب لو انت عاوز تخليه يعني يبقى اكتر او ضعف الحاجه دي بتخليها 200%. تمام، فبتبقى مفيده للبريفيو ومفيده ان انت تطلع الاوتبوت النهائي. ممكن برضو تيجي من هنا كده تكتب الرقم دوت وتعمل هنا علامه النجمه في 2، فبيعمل لك دبل الرقم دوت، وتيجي هنا مثلا كده في 2 بس. انت كده ايه لعبت في الفاليوز دي، فانا بفضل ان انا اخليها زي ما هي واغير هنا بس في الريشيو اللي موجوده هنا. طيب بعد كده عندي هنا الفريم ريت. زي ما كنا اتكلمنا في اول فيديو خالص، كل فيديو بيكون عباره عن فريمز ورا بعض كتير 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 كده. فهنا كده انت بتختار الفريم ريت بتاعك، احيانا بيكون 24، احيانا 25، احيانا الناس بتحتاج اللي هو السلو موشن شويه بيكون 60. ده مش قصتنا دلوقتي. هنا الفريم ستارت بتاعي، اول فريم بيبدا من كام؟ بيبدا من 1. اخر فريم عندي هيخلص عنده ال 120. الستبس هنا ان هو بيرندر فريم 1 2 3 4. الستبس دي لو خليتها 2 فهو بيرندر فريم رقم 2، فريم رقم 4، فريم رقم 6. يعني برضو تبقى حاجات ليها علاقه بالبريفيوز اكتر لو انت عايز تطلع بريفيو سريع يعني. بعد كده اهم حاجه بقى بالنسبه لي هنا هو الاوتبوت ده. الاوتبوت انت بتختار، بتقول له انا محتاج اعمل الريندر دوت فين. تختار الباس بتاعك، بتدوس هنا كده وتختار الباس بتاعك اللي انت محتاج تحطه فيها، وبتختار من هنا الفايل فورمات. تشوف هو انت محتاجه بقى يكون PNG او جيبك او OpenXR، الصيغه اللي انت بتشتغل بيها. الكلر زي ما اتفقنا لو انت محتاجه ان هو يكون فيه الفا اللي هو يكون ترانسبيرنت فبتسيبه بالصيغه دي. لو محتاجه عادي صور عاديه بتخليه RGB، والكلر ديبس بتخليها 16. الكومبريشن ما تلعبش فيها عشان دي بتغير في وقت الريندر وفي الريزوليوشن بتاعه الكلام ده، فانا عاده ما بسيبها 15. اوكي، انت مش محتاج تعرف اي حاجه ثانيه من هنا من الاوتبوت بروبرتيز دي دلوقتي غير هو الكلام ده كله بس. ده كده احنا يعتبر لمينا كل الحاجات اللي ليها علاقه بالريندرنج. طبعا مع الممارسه والاستخدام الكتير هتبدا ان الموضوع يثبت عندك اكتر، وتبدا ان انت تجمع وتلنك امتى احط دي او امتى ما احطش دي. كمان هيبان معانا الموضوع اكتر في المحاضره او السيشن بتاعه الاضاءه، الموضوع هيبقى ألذ واسهل يعني. طيب تعال نخش بقى على الحاجه الثانيه عندنا النهارده. في معانا حاجتين كمان اللي هم الشيدنج والتكتشرنج. الشيدنج والتكتشرنج هم المسؤولين على انه بيطلع الجيو بتاعك او الشكل اللي انت عملت له موديلنج او عملته بالموديفايرز او وات ايفر، ان هو يطلع حقيقي او يطلع بحيث ان انت اديت له الملمس بتاعه. يعني مثلا دلوقتي لو جيت سالتك وقلت لك الازازه دي الماتيريال بتاعها هي، هتقول لي ازاز. طب انت عرفت منين؟ من الاضاءه لما نزلت عليها وتفاعل الاضاءه معاها خلاه يوصل لك احساس ان هي ازاز. انت ما لمستهاش، انت مش ماسكها بايدك، بس انت شايفها بعينك. نفس الكلام لو انا قلت لك القلم دوت الماتيريال بتاعته ايه، هتقول لي ان هو مثلا بلاستيك. من ايه؟ من التفاعل بتاع الاضاءه معاك. تمام، نفس الكلام برضو لو جيت مسكت الفلاشه دي وجيت عملتها كده، بصوا الريفليكشن اللي على الفلاشه دي خليك تحس ان الجزئيه دي او الجزء ده هو ميتال. طب انت عرفت منين؟ برضو من التفاعل بتاع الاضاءه. فالحته دي او الحته بتاعه الشيدنج دي هي بتبقى موجوده باي ديفولت كده، ربنا يعني خالقها فينا. من كتر ما انت بتتفرج على الطبيعه حواليك هي بقت في حاجات متخزنه في دماغك، لما بتشوف الحاجه دي تفاعل الاضاءه بتاعها عامل ازاي فبتعرف الخامه بتاعتها ايه. نفس الكلام كده احنا بنحاول نعمله فين؟ نعمله في بلندر. العمليه دي عمليه اسمها شيدنج. دي عمليه الشيدنج ان انت بتحط الخامه اللي بتخليك تحس بالاوبجكت اللي معاك دوت نوعه ايه، او الماتيريال اللي عليه دي نوعها ايه. طيب كده اتفقنا انه الازازه دي الشيدنج اللي عليها ده شيدنج بتاع ازاز. طيب الرسمه بقى اللي موجوده حوالين الازازه دي ده اسمه التكتشرنج، اللي هو اي رسمه موجوده او اي تكتشر او اي ملمس موجود عليه او اي صوره موجوده عليه، ده اللي اسمه التكتشرنج. فاحنا كده الشيدنج اللي هو بيعرفك السطح دوت او الملمس ده اتعامل ازاي مع الاضاءه، والتكتشرنج بيعرفك ايه هي التفاصيل اللي موجوده على او الصوره اللي موجوده على السطح دوت. اوكي، ده كده الشيدنج والتكتشرنج باختصار. هتلاقي عندك تحت خالص هنا كده في الماتيريال بروبرتيز. الماتيريال دي هي المسؤوله ان احنا بنحط فيها الشيدنج والتكتشرنج بتاعنا، فممكن تشتغل فيها من هنا ان انت لو عملت نيو فبيحط لك ماتيريال جديده. بس انا عن نفسي ما بحبش اشتغل من هنا، انا بحب اشتغل في التابه المخصصه للماتيريال. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا هنا كده في دي الحته اللي هي ال 3 دي فيو بورت بتاعتنا. انا برضو بحب ان انا اقسم دي من هنا كده مثلا، وباجي من هنا اختار ان دي تكون اسمها الشيدر اديتور. فبقسم الشاشه نصين كده، هنا بحط الحاجات بتاعتي وهنا او هنا بحط الخامات بتاعتي اللي انا محتاجها، وهنا التاثير بيحصل على طول. هنا بصراحه بحس ان الدنيا يعني مكلكعه كده في قلب بعض. طيب
تعالى نبدا من اول بقى، نحط ماتيريال جديده كده، ندوس من هنا نيو، فبينزل لي حاجه اسمها برنسبل بي اس دي اف. ده الجوكر بتاع الماتيريالز كلها، ده اللي بيكون فيه كل الماتيريالز اللي انت ممكن تستخدمها، اللي انت ممكن تعمل بيه ازاز، ممكن تعمل بيه حاجه بتلمع او جلوسي، ممكن تعمل بيه حاجه ديفيوزد، يعني كل الكلام ده انت ممكن تعمله من هنا. طيب هتلاقي عندك برده ممكن التابه دي تكون طالعه، ممكن تضايقك شويه، اللي هي النودز اللي في الجنب دي، ممكن تدوس على حرف الان دوت بيخفيها وبيسهل. عندنا بيكون في ايه هنا، الخامات اللي موجوده عندي في ال 3 دي هي بتتقسم لكذا نوع، بس خلينا نتكلم كده عن الاساسيات فيهم او الاساسي اللي فيهم عشان نبدا ان احنا نحدد الاوبجكتس بتاعتنا دي هي هتبقى من انهي كاتيجوري فيهم. اول حاجه عندي الديفيوز دي اللي هي الحاجات اللي ملهاش علاقه بانعكاسات الاضاءه قوي. زي ايه؟ خليني اكبر بس الصوره بتاعتي كده شويه عشان تشوفوني. زي ايه؟ زي مثلا عندي الورق دوت، لو واخد بالك هو ملوش في انعكاسات الاضاءه، ما بيعملش انعكاس للاضاءه، اللي موجود ده لسعه اضاءه، فدي كده خامه اسمها ديفيوز. دي خامات الديفيوز. زي ايه؟ زي الخشب برضو، زي الشجر، زي التربه او الارض، كل ده بيبقى من خامه الديفيوز. طيب الخامه الثانيه او النوع الثاني اللي عندي بيبقى نوع اسمه جلوسي، زي الحاجات اللي هي البلاستيك، الحاجات اللي هي بتعكس اضاءه شويه، اللي انت اول ما بتشوفها بتعرف على طول ان دي خامه بلاستيك. دي الخامات اللي هي بتتسمى او تحت الكاتيجوري بتاع الجلوسي. بعد كده عندي ايه تاني؟ عندي الخامه اللي هي بتاعت الميتال، زي ما كنا بنشرح دلوقتي على الفلاشه دي. بص اول ما الاضاءه بتتفاعل معاها بتعرف على طول ان هي ميتال. الميتال دي طبعا بقى كل الحاجات اللي علاقه بالحديد، الالومنيوم، الكربون، كل الحاجات دي كلها بتبقى من فصيله الميتال. الحاجه اللي معانا اللي بعد كده الخامات بتاعت الترانسبيرنت، الحاجات اللي هي الشفافه، زي ازازه الميه اللي احنا كنا بنتفرج عليها من شويه، الكوبايات، الشبابيك، كل الحاجات اللي هي الترانسبيرنت دي بتبقى الميه برده من ضمن الترانسبيرنت. كل الحاجات دي بتروح للكاتيجوري بتاع الترانسبيرنت. دول بشكل اساسي كده الحاجات اللي بتكون تقريبا معظم الحاجات اللي موجوده حوالينا في الطبيعه. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين بس الانواع بتاعتهم عشان نبقى عارفين امتى نتحكم فيه وامتى نزوده وامتى ننقصه. طب عشان تعرف الموضوع دوت لازم تعود عينك ان هي تدقق في الحاجات اللي حواليك وتشوف الخامات بشكل في تفاصيل، تعرف القلم دوت نسبه الانعكاس اللي فيه بتبقى عامله ازاي، الشجر دي لا ما عليهاش انعكاس بس الشجره بتمتص الضوء ما بتعكسوش تاني. كل الحاجات دي بتساعدك ان انت تعمل ماتيريال تكون الى حد ما واقعيه. تعالى بقى نصغر ده تاني كده ونبدا نشرح مع بعض كده ايه هي الحاجات اللي هنا دي. تعالى ندوس على الريندر بريفيو عشان نشوف مع بعض الريندر، وتعالى نخلي الريندر بتاعنا يكون شكله كده عشان نعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. اول حاجه زي ما اتفقنا هنا ان احنا عندنا برنسبل بي اس دي اف. طبعا الشيدنج اديتور هنا انت برضو بتعمل نفس الكلام فيه. لو عايز تنزل حاجه جديده بتدوس على شيفت ايه بيفتح لك القائمه دي. ممكن من السيرش هنا تكتب بي اس دي اف هيجيب لك كل الحاجات او كل الماتيريالز اللي خاصه بالبي اس دي اف دي، اللي هي الهيرو بتاعه او اللي موجود فيه كل حاجه. بعد دي اللي علاقه بالريفليكشنز، دي الجلاس، دي الجلوسي، دي حاجات الديفيوزد وهكذا. يعني انا عاده لما باجي بستخدم بنزل برنسبل بي اس دي اف، دي بتبقى فيها كل الحاجات يعني. طيب دي فيها ايه بقى؟ تعالى نقسم كده الحاجات اللي جواها سريعا كده. اول حاجه عندي هنا في البيس كلر. البيس كلر يعني من اسمه ده المفروض ان هو اللون بتاع الاوبجكت اللي معانا، او غيرته كده او غيرته كده هو بيديك في النهايه النتيجه بتاعت اللون اللي انت بتختاره. بعد كده عندي هنا الميتاليك هي نسبه حديد او معدن قد ايه. لو زودت دي مثلا كده بص خلي لك الموضوع كده زي ما اتفقنا. ده الميتاليك اللي هو نسبه الحديد اللي فيه. بص لما زودنا الميتاليك ايه اللي حصل؟ فيه ريفليكشن زياده كده حصل. بعد كده الرفنس هو بيقول لك كميه الانعكاس بتاع الضوء اللي طالع دوت، طالع مشتت ولا طالع ان هو شارب قوي. لو قللتها كده شويه بص هتلاقي الريفليكشن عامل ازاي بقى، يعني حاد قوي الريفليكشن للبيئه اللي حواليه. لو بدات تزوده كده تحس ان الريفليكشن ده بيحصل له عمليه بلور كده شويه، بص لحد ما يبقى في الاخر خالص تحس ان هو بقى كربون كده. حتى لو زودت الميتاليك مش هيطلع اي ريفليكشن خالص. فالرفنس دي بتبقى مسؤوله عن التشتت بتاع الانعكاس اللي نازل على الاوبجكت بتاعك. الاي او ار يعني دي حاجات ليها علاقه بقى بالفيزيائيات شويه، برضو ما اعتقدش ان احنا محتاجين نلعب فيها قوي دلوقتي. الالفا هي شفافه او نسبه شفافيه الاوبجكت دوت قد ايه. احيانا بنبقى عايزين نعمل مثلا اوبجكت يكون شفاف شويه فبنقلل الالفا دي كده. السب سيرفيس دي هي انه بيخلي الاوبجكت بتاعك دوت مش يعدي نسبه من الضوء بس، يعدي نسبه صغيره كده تعدي من الاوبجكت، ما تعديش كلها يعني ما يبقاش ازاز بس. يعني مثلا زي الصباع عشان افهمكم السب سيرفيس دي بشكل كويس. يعني بصوا كده ده الصباع العادي خلاص. لو احنا جينا نورنا كشاف كده وحطيناه ورا الصباع بصوا ده كده الصباع عادي. وده لو احنا حطينا الموبايل وراه فواخدين بالكم الصباع بصوا نفسه منور ازاي شويه، يبقى فيه كميه اضاءه كده معديه او منوره اللي جواه. هو ده بالظبط السب سيرفيس. طبعا بنستخدمه في حاجات كتير كده بس يعني هو مش في حالتنا دي، ممكن نستخدمه في حاجات ليها علاقه مثلا بالجبنه بالجسم بالكلام ده كله. بعد كده عندي هنا السبيكلر اللي هو نسبه انعكاس الاضاءه بتاعتي بتكون قد ايه.
لو زودتها كده واخدين بالكم بص لسعه الاضاءه اللي موجوده هنا، بص لما بقلل بتروح خالص. ده السبيكولر. الترانسميشن دي يعني من ضمن الحاجات برضو اللي بنستخدمها تخلي الاضاءه تبقى فاتحه شويه او افتح شويه على اجزاء معينه. نستخدمها برضو في اوقات كتير في ورق الشجر عشان تخلي فيه ترانسميشن كده ما بينهم. الكوت والشين والحاجات دي مش استخدامنا دلوقتي خالص. ممكن نعرف ايه تاني؟ ممكن نعرف هنا الايميشن دي اللي بتعمل الخام اللي هي بتكون مضيئه شويه. تعال نشوف كده لو احنا زودنا مثلا اللون ده خليناه يبقى ابيض، بصوا بيخلي الخامه بتاعتي دي تبقى كانها منوره لمبه امت كده. هنبقى نعرف النوع دوت لما نوصل لمرحله الاضاءه. فخليه دلوقتي صفر لان انا مش عايز اخلي الخامه بتاعتي تبقى منوره. اوكي طيب ده كده يعني ده كده بنظره عامه على موضوع الشيدنج. دي الخطوات بتاعتي او دي الحاجات الاساسيه اللي انا بستخدمها. طيب خلونا ناخد بقى كده يعني مثال عملي ان احنا لو عايزين نعمل شيدنج للطفايه اللي معايا دي. تعالى نجيب ريفرنس ليها كده من على النت عشان خاطر نبقى عارفين الشكل بتاعها او الالوان بتاعتها بتبقى عامله ازاي اللي مش عارف. يعني وليكن هي بتكون حاجه بالمنظر ده. هتلاقي الطفايه نفسها اللون بتاعها احمر. الماتيريال بتاعها لو انتوا واخدين بالكم بص الريفليكشنز عامله ازاي، فده معناه ان هي ميتاليك والرفنس فيها هيبقى قليل شويه. عشان كده بصوا الاضاءات معكوسه فيها بشكل كبير ازاي. نفس الكلام برضو هنا او اليد بتاعتها القاعده بتاعتها اللي تحت دي والجزء اللي تحت ده لونه اسود والخرطوم نفسه لونه اسود. الحته دي ميتاليك سيلفر شويه بس الخرطوم ده لونه اسود بس الرفنس اللي فيه بصوا عالي شويه. حتى الاضاءه تلاقيها ناعمه فيه كده شويه. فتعال نشوف كده ممكن بقى نحاول نعمل ده ازاي. اول حاجه ادي الجزء او المعدن بتاعنا اللي تحت. تعال نفعل الريندر بتاعنا. الجزء اللي تحت ده عندي هو كله مرتبط ببعض. فعشان ابدا اساين عليه او احط عليه ماتيريال في الاول خالص ابدا اجي من هنا زي ما اتفقنا يا اما احط ماتيريال من هنا يا اما اجي عند الماتيريال من هنا وابدا ادوس نيو. تعال نسمي دي مثلا ريد بين. اوكي بعد كده هبدا اختار اللون بتاعنا شويه. لون نخليه وليكن حاجه كده. وزي ما قلنا دي معدن فهيبقى هنعلي الميتاليك شويه. والرفنس اللي هي النعومه بتاعه الاضاءه والنعومه بتاعه الانعكاسات هنقللها شويه من هنا عشان تبقى معانا بالشكل ده. طيب حد ممكن يجي يقول دلوقتي طب انا الاضاءه اللي موجوده في المشهد بتاعي دلوقتي انا مش قادر اتحكم او مش قادر اشوف منها كويس. الريفليكشنز دي مزعجه بالنسبه لي شويه وعايز عايز اشوف باضاءه ثانيه. فهاجي من هنا من على السهم ده. اول حاجه لو دول متعلمين كده فانا كده مش هقدر اشوف اي حاجه. لازم اجي من هنا وادوس على سين لايتس سين وورلد. دول اخفيهم خالص. يعني انا كده بقول للبرنامج ايه؟ كده انا بقول للبرنامج ان انا مش عايز اشوف دلوقتي اللايتس اللي انا حاططها. انا عايز اي لايتس ثانيه تتحط كانها بريفيو بس عشان ابدا اقيس عليه. فهدوس هنا على سين لايت وسين وورلد اخفيهم خالص. ومن هنا في عندك كذا نمط او كذا نوع من انواع الاضاءه ممكن تختار ما بينهم وتشوف الحاجه اللي انت تبقى سهله بالنسبه لك في الرؤيه. اوكي يعني مثلا ده ممكن يكون كويس. اخر واحد دوت اللي هو الاستوديو لايت ده ممكن يكون كويس بالنسبه لي. طيب لو انا شايف ان الميتاليك هنا عالي شويه فممكن اقلله شويه نسبيا وليكن كده. تمام كده بقت ادتني احساس ان هي معدن. طيب الجزء اللي تحت ده احنا كنا اتفقنا في الصوره الريفرنس بتاعنا ان هو الجزء اللي تحت ده لونه اسود بلاستيك كده شويه. فعايزين نفصل بقى الجزء ده عن الجزء ده. هنخش على الايديت مود ندوس على تاب. هننزل الاول الشورت كاتس بتاعتنا. نبدا ندخل على الايديت مود. هنجيب الفيسز ونختار اي فيس من اللي تحت دول وندوس كنترول ال. طيب انا كنت مفكر ان الجزء اللي تحت دوت مفصول عن الجزء اللي فوق في الموديلنج بس واضح ان هو الاثنين دول معمولين مع بعض. طيب دلوقتي انا عندي مشكله ان الجزئين دول كده متصلين ببعض وانا عايز اعمل ماتيريال على الجزء ده لوحده. فاعمل ايه؟ بمنتهى السهوله زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا هندوس على الت ونختار مثلا اي لوب كات من اللوب كاتس اللي تحت دي. وعايزين نخلي اللوب كات ده يبدا ان هو يحدد اللي فوقيه واللي تحتيه. يعني يبدا ان هو يحدد بالتدريج كده الاجزاء اللي فوقيه. فهندوس على الكنترول والزائد من الكيبورد ونبدا ندوس كده. بصوا اللي بيحصل بيبدا يحدد كل اللوب كاتس اللي فوقيه. خلينا كده معاه شويه. خليك دايس 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 لحد ما يطلع فوق. تعالى نطلع كده بالبريفيو فوق نبدا نشوف هو بيحدد ايه تاني لحد ما ابدا اقول خلاص هو كده مثلا حدد كل الجزء اللي تحت بالشكل ده. كده بقى قدامي اختيار من اتنين. يا اما هاساين عليه ماتيريال على طول ويبقى هو كده تمام يا اما ممكن افصل الجزء ده خالص او افصل الجزء ده عن الجي. لو انا عايز افصله خالص هدوس كليك يمين واجي من هنا كده من سيبريت واقول له السيبريت دوت بالسلكشن. فواخدين بالكم بصوا هيطلع لي الجزء ده لوحده خالص. القاعده اللي تحت دي لوحدها خالص. او لو انا عايز زي اسيبه زي ما هو الجزء ده زي ما هو هاجي من هنا من علامه الزائد دي احط ماتيريال جديده وادوس هنا على اساين. واخدين بالكم كده الماتيريال الجديده اتعمل لها اساين على الجزء اللي انا عامل له سيلكشن بس. ده موجود وده موجود. انت شوف ايه اللي يكون اريح لك في الشغل يعني. حاجه مهمه الاساين دي ما بتظهرش او السيلكت او الدي سيلكت دول ما بيظهروش غير واحنا على الايديت مود. لازم تكون على الايديت مود عشان الاساين دي تبدا ان هي تظهر معاك. لو خرجت بره الايديت مود هتلاقيها اختفت معاك بالشكل ده.
فخلي بالكم من الجزئيه دي لان هي حاجه مهمه جدا. طيب خلاص عملنا اساين هنا، ممكن نيجي هنا ندوس نيو ونسمي ده مثلا بلاك بلاستيك، هنختار ده لون من هنا لون بلاك مثلا. الرفنس هنقلله شويه لانعكاس الاضاءه. السبيكلر ممكن نعليها شويه عشان تبقى معانا بالشكل ده. طيب معانا ايه كمان؟ معانا الجزء بتاع اليد ده، اعتقد ان هو برضو بيبقى واخد من نفس الماتيريال بتاعه الانبوبه نفسها او الاسطوانه نفسها، بس يبقى فيه سنه رفنس شويه. فممكن نيجي من هنا كده، وبدل بقى ما نعمل نيو ماتيريال وكده، لو احنا عايزين نقصين الماتيريال دي على ده على طول، في طريقتين. ممكن ان انا اجي من هنا ادوس على السهم دوت، دي كل الماتيريالز اللي عندي في البروجكت بتاعي، فممكن اجي على السهم ده واشوف انا الماتيريال اللي انا كنت حاططها هنا دي كان اسمها ريد بن اهي، فممكن اجي هنا ادوس كده واكتب ريد بن واختار ده كده، انا طبقت نفس الماتيريال دي على ده. او حاجه تانية بقى ودي الاصح، ان انا ادوس هنا واعلم على الجيو اللي فيه الماتيريال اللي انا عايز اخد منه كوبي، بس يكون هايلايتد، يعني اللي هيكون فيه الماتيريال اللي انا عايز اخدها يكون هو الهايلايتد ازاي؟ هتلاقي فيه اللون بتاعه متعلم بالاصفر فاتح شويه، واخدين بالكم ده؟ بص هتلاقي اورنج، ده اصفر فاتح شويه، فلازم اللي انا هاخد منه يكون هو الهايلايتد او هو الاكتيف اليمنت بتاعه. وبعد كده ادوس كنترول ال اختصار لايه؟ ان هي بتعمل لينك لاي حاجه. انا ممكن اخد هنا بقى الاوبجكت داتا بروبرتيز، ممكن اخد هنا اللينك للماتيريال، ممكن اخد هنا الانيميشن لو انا عندي انيميشن كوليكشن كذا كذا كذا، لو في موديفايرز ممكن اخدها، كل حاجه ممكن اقدر ان انا اعملها بكنترول ال دي. فانا عايز اخد من هنا الماتيريال، فهدوس هنا لينك ماتيريال كده، عمل لي ايه؟ الماتيريال اللي هنا عمل لينك ليها هنا بالظبط. يعني انا لو جيت في الماتيريال بتاعت ده وغيرتها مثلا خليتها تبقى كده، بص اتقصين عليهم كلهم ازاي، لان هي نفس نوع الماتيريال اللي متقصينه هنا، هي نفس نوع الماتيريال اللي متاخده هنا، هي اللي هنا. طب لا انا دلوقتي عايز افصلهم عن بعض، يعني عايز اخلي دي حاجه ودي حاجه ثانيه. ممكن اقف هنا وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، ممكن اجي من عند العلامه بتاعت الدوبليكيت دي وادوس عليها كده، هو عمل لي ايه؟ فصل لي الماتيريال دي عن الماتيريال دي. لو جيت هنا في اللون وغيرت اللون ده كده، خلاص ده بقى بيتغير لوحده. اوكي طيب انا مش عايزهم يكونوا مفصولين من بعض، انا عايزهم يكونوا هم كلهم مع بعض. هاجي عند الجزء دوت، انا عايز اعمله ان هو سيلفر زي الجزء ده كده. فمن هنا هدخل على الايديت مود وهدوس على اي فيس من دول وادوس كنترول ال عشان يعلم لي او يعمل لي لينك لكل الحاجات اللي معمول لها اساين جنب بعض، كل الفيسز اللي معمول لها اساين مع بعض. وهاجي من هنا هحط نيو ماتيريال، احط من السهم ده كده نيو ماتيريال واعمل اساين وادوس نيو، وهنسميه دوت نخليه اسمه سيلفر ميتال مثلا. نخرج بره الايديت مود ونبدا نيجي من هنا بقى، ده طبعا ميتال، فهنديله الميتال بتاعه كده، هنقلل الرفنس بتاعنا شويه. تمام قوي، احنا كده بدانا نروح السكه اللي احنا عايزينها. ممكن نزود شويه سبيكلر عليه، يعني اعتقد احنا كده كويس قوي بالنسبه لنا. ممكن نيجي هنا كمان نشوف في الجزء اللي هو في الخرطوم من بره دوت معانا، فهبدا ادوس برده هنا، ادوس كنترول ال عمل لي سيلكشن للصاموله دي. هاجي من هنا اختار سيلفر ميتال عشان يبقى برده متقصين عليها، وهبدا احط السيلفر ميتال بتاعي. طيب هنا في حاجه غريبه حصلت، اللي هي ايه؟ انا طبقتها هنا بس هي برده اتطبقت على الجزء الباقي ده كله. فممكن ابدا اعمل ايه؟ ممكن ادخل على الايديت مود تاني، انا خلاص عامل سيلكشن على الجزء ده، عايز اعكس السيلكشن بقى، هدوس ايه؟ كنترول اي كده، انا عكست السيلكشن بتاعي كله. وبعد كده هعمل نيو ماتيريال تاني من هنا كده واعمل لها اساين نيو، وده ممكن نخليه يبقى بلاك، او ممكن نختار من هنا بلاك بلاستيك اللي احنا كنا عاملينه قبل كده، يبقى بالمنظر ده. يبقى انا طبقت الميتال هنا والبلاك بلاستيك هنا، يبقى احنا كده عملنا الاساين بتاع البلاستيك دوت هنا. لو عاوز تخليه يبقى التشتت ده زي ما اتفقنا انعم شويه، ممكن ناخد من هنا دوبليكيت، نقلل الرفنس ده شويه كده عشان يبقى بالشكل ده. تمام زي الفل. ممكن نيجي عند الجزء معرفش اسمه ايه، المبسم بقى ولا الجزء اللي تحت خالص ده، نعمل كده لينك، وده نعمل عليه السيلفر ماتيريال، نعمل عليه اساين، هيبقى معانا بالشكل ده. الهدف بتاعنا في الاوبجكت ده المره دي ان احنا بس ايدينا تتعود على فكره ان احنا ازاي ناساين ماتيريال، وازاي نشيل ماتيريال، وازاي نعمل دوبليكيت لماتيريال على ماتيريال، لحد ما ايدينا تتبحر فيهم. طبعا مفيش اي اوبجكت بيبقى ناعم قوي كده، يعني ما بيبقاش فيه اللي هو السطح بيبقى نظيف قوي كده، يعني لازم يكون فيه عارفين سنه التبصيم او البصمه على الحاجه. يعني هنبص على المثال ده كده هتلاقي فيه، بص شايف الخرطوم ده فيه شويه تجزيعات كده والكلام ده كله بقى بيجي منين بقى؟ ده كله بيجي ممكن نعمله من التكتشرنج بقى، نبدا نحط حاجات على التكتشرنج اللي احنا هنخش عليها دلوقتي. طيب الشيء بالشيء يذكر برضو، تعالوا دي حته الجبنه اللي احنا كنا عاملين لها موديلنج بالموديفايرز. تعالى نخش على الريندر ونخفي الاتش دي ار اي بتاعتنا خالص من هنا، نخفيها من الكاميرا. احنا عايزين نعمل شيدنج لحته الجبنه دي، فهنيجي من هنا نحط نيو وهنسميها من هنا دي مثلا تشيز. تمام. الجبنه بتاعتنا طبعا يعني معروف ان هي لونها اصفر زي ما احنا شايفين في المثال بتاعنا كده، هي لونها اصفر فاتح شويه. فهبدا اجي من هنا كده اختار اللون وليكن يبقى اصفر. لو انت بقى معاك درجه لون معينه لحاجه عايز تحطها، ممكن تيجي عند الهكس كود هنا وتبدا ان انت تضيفها على طول. اوكي طيب واخدين بالكم من حاجه
بص كده الاضاءه هنا عامله ازاي. الاضاءه هنا نازله عاديه فاتحه، بعد كده تبدا ان هي تحس ان هي دخلت جوه الجبنه شويه، باينه من هنا. شفت في اول فيديو لما كنت بوريكم الحركه بتاعه النور والصباع، هو ده نفس اللي انا عايز اوريه لكم هنا بالظبط. فكره هنا السب سيرفيس ان انا بخلي الاضاءه بتاعتي تدخل جوه العنصر شويه، فبزود من هنا كده السب سيرفيس لحد ما تديني بصوا الايفكت ده اقرب ما يكون بالشكل ده. ممكن بس نفتح او نقلل الرفنس بتاعنا شويه من هنا، ونفتح درجه اللون شويه. ممكن برضو واخدين بالكم بصوا هنا على السين وورلد، فممكن نقللهم خالص ونختار الاضاءه دي كده مثلا. فواخدين بالكم شايفين حته الجبنه بصوا بقت شكلها يعني اقرب ما يكون للحقيقه ازاي. هنجرب كده لو احنا خلينا اللون بتاع الباك جراوند ابيض نشوفها بشكل كويس. دي بس الجزئيه اللي انا كنت عايز اوريها لكم في الحته بتاعه السب سيرفيس هنا. تعالوا بقى ننتقل للمرحله اللي بعد كده بقى، الا وهي مرحله التكتشرنج بقى. احنا كده اتفقنا خلاص ان الشيدنج هو مرحله ان انت ازاي الاضاءه بتتعامل مع العنصر بتاعك. التكتشرنج بقى هو الرسومات والحاجات اللي بتكون موجوده على العنصر نفسه. اوكي تعالى نرجع بقى للبروجكت اللي هو كان بتاع البرميل بتاعنا ده، وتعالى نشوف بقى ممكن ازاي هنا بقى نعمل له مرحله التكتشرنج بقى بتاعتنا. طيب التكتشرنج الفرق ما بينه وما بين، طيب التكتشرنج عشان خاطر نشتغل بيه، هو زي ما اتفقنا ان هو زيه زي الشيدنج، بس بيختلف ان احنا بنحط مابات او مابس او صور في السوكيتس اللي انت شايفها دي. يعني ده سوكيت كده لو دوست عليه هتلاقيه بيطلع منه سهم كده او بيطلع منه خيط كده معين، فده احنا بنوصله في مابس كده او في صور عشان خاطر تدينا الحاجه دي. يعني انا لو محتاج احط صوره على اللون بوصل الصوره دي في السوكت ده كده، لو عايز احط حاجه ناحيه الميتاليك بعمل كده. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ الكلام ده بيتعمل عن طريق حاجه اسمها ماتيريالز، اسمها PBR ماتيريال. عشان اجيب الماتيريالز دي او اجيب المابس دي تجيبها منين؟ تعال نخش كده على جوجل ونكتب هنا كده تكتشرز فري داونلود 3 دي بلندر مثلا كده، هتلاقي بص فتح لك ويب سايتس كتير قوي. تعال نبص عليهم مع بعض. اول حاجه عندك في بولي هيفن. بولي هيفن ده من ضمن اشهر المواقع اللي انت بتنزل من عليها الماتيريالز والاتش دي ار ايز، وكمان عندهم موديلز. يعني لو دخلت هنا كده الاتش دي ار دي هنتكلم عنها في السيشن الجايه بتاعه الاضاءه. دي التكتشرز اللي انا بقول لك عليها، ودي الموديلز. انت ممكن تيجي هنا تنزل بص من عليها في موديلز جاهزه كتير جدا تقدر ان انت تنزلها وتستخدمها، والحاجات فري يعني مش بفلوس. فده ويب سايت جميل قوي. تعال نخش على التكتشرز بتاعته. بصوا عندك هتلاقي في حاجات كتير قوي هنا، في سيكشنز وفي هنا كمان سيرش تبدا تعرف تسيرش بيه. كل دي تكتشرز تقدر ان انت تنزلها وتستخدمها. عندك ويب سايت تاني مثلا هنا اسمه 3 دي تكتشرز، تقدر برضو تلاقي فيه حاجات كتير قوي. هتلاقي هنا بص متقسمين من هنا. او دخلت على البلاستكس مثلا، دي كلها بقى ماتيريالز للبلاستكس، حاجات اللي هي بتلاقيها المخرمه شويه ديت. تعال نخش مثلا على الليزر اللي هو الجلد. هتلاقي بص دي كلها ماتيريالز جاهزه بقى تقدر انت تستخدمها. وميزه بلندر انه ويب سايت يعني تقريبا كل الويب سايتس اللي بتنزل، ميزه بلندر بقى ان هو سوفت وير. تقريبا كل الويب سايتس اللي انت بتشوفها بتخدم عليه، لان هي بتنزل له حاجات زي كده تقدر ان انت تنزلها وتستخدمها عادي. الويب سايت اللي بعد كده فيه اسمه بوليجون دوت برضو بينزل لك تكتشرز وبينزل لك موديلز واتش دي ار ايز وحاجات كده، بس في حاجات فري وفي حاجات بفلوس. فتعالى لو دخلنا على الفري هنا هتلاقي كل الحاجات اللي هنا دي كلها فري، تقدر ان انت برضو تستخدمهم في البروجكت بتاعك. في هنا برضو في ويب سايت اسمه فري PBR. كل دي برضو هتلاقيها ماتيريالز كتير قوي تقدر ان انت تستخدمها. لو دوسنا على فلور بص كله فري، فتقدر ان انت تستخدمهم بسهوله. الويب سايت اللي بعد كده اسمه textures.com. بتعمل لوجن، تعمل اكونت، تعمل لوجن، وبعد كده تبدا تدخل بقى تتفرج على الحاجات اللي عندهم. تعال نخش على اللايبراري الفري. كل دي اسيتس وحاجات فري تقدر ان انت تسهل بيها شغلك وتطلع بيها حاجات، بدل ما تقعد تموديل بقى حاجات كتير، لا ممكن تقدر تستخدمها على طول. اللي بعد كده عندنا في حاجه اسمها امبيانت CG. ده من ضمن الويب سايتس برضو المهمه، بيبقى فيه ماتيريالز و HDRIs كتير، واعتقد كمان في موديلز، مش عارف في موديلز ولا لا، تقريبا في موديلز، حاجات كمان يعني مهتمين اكتر بحته المأكولات، يعني اللي هو الحاجات اللي هي الاورجانيكس. اخر واحد بقى واهم واحد بالنسبه لي هو بلندر كيت. بلندر كيت هو مش ويب سايت عادي، هو بلندر كيت ده ادون ممكن تقدر ان انت تدخله وتضيفه على بلندر، وبدل ما انت تحتاج تطلع لبره تروح لاي ويب سايت تجيب من عنده تكتشر وتدخله جوه البرنامج. هنشوف ازاي دلوقتي. بلندر كيت هو مكتبه كامله تقدر تضيف منها اي حاجه انت محتاجها جوه البرنامج بتكه زرار. هنعمل فيديو عنه كده في الاخر خالص، هنتكلم عن الادونز وهنتكلم عن قوتها. فخلينا دلوقتي ما نسبقش الاحداث بس، ونشوف ازاي الطريقه العاديه اللي احنا ممكن نضيف بيها الماتيريالز دي او التكتشرز دي
جوه البرنامج بتاعك. فتعالى مثلا دلوقتي احنا محتاجين تعالى في البروجكت بتاعنا ده هنا كده في البرميل، احنا محتاجين ايه؟ محتاجين نحط على الجزء اللي هو الاسطواني دوت نحط عليه الماتيريال او التكتشرز بتاعت الخشب. فده ممكن نعمله ازاي؟ تعالى نختار مثلا، انا اخترت الخشب دوت. هتيجي من هنا هو بيقول لك هنا اختار الريزوليوشن اللي انت محتاجها. الريزوليوشن اللي هو الصوره نفسها عايزها 1K ولا 2K ولا 4K ولا 8K ولا 16K. انت بتختار الريزوليوشن ده بناء على ايه؟ بناء على ان العنصر ده هو قريب قد ايه من الكاميرا. يعني لو البروجكت بتاعك انت بتعمل حاجات هي يعني بعيد شويه عن الكاميرا، مش لازقه في الكاميرا قوي، مش لازم تحط تكتشرز كتيره، لانه الكواليتي الكبيره بتاعت التكتشرز بتساوي تقل في البروجكت نفسه بتاعك. فحاول على قد ما تقدر ان انت تستخدم او تكون عندك السنس بتاع ان انا امتى هستخدم تكتشرز تكون عاليه وامتى تكون الريزوليوشن بتاعها قليل. خلينا مثلا يعني خير الامور الوسط. تعال نستخدم ال 2K، ومن هنا هتختار طبعا هو بيقول لك انت محتاجه ايه. طبعا احنا بلند عشان شغالين على بلندر، ومن هنا هتدوس داونلود. هينزل معاك فايل مضغوط بالشكل ده كده. هنبدا ان احنا ندوس كليك يمين ونعمل له اكستراكت، هيفتح معانا الفولدر ده. هينزل معاك بالشكل ده كده فايل مضغوط، هتدوس كليك يمين وتبدا تدوس تعمل له فك الضغط بتاعه. هينزل معانا فايل مضغوط بالشكل ده كده، هندوس كليك يمين ونفك الضغط بتاعه بالشكل ده. وبعد كده ندخل على الفولدر بتاعه. هتلاقوا في هنا هتلاقي فايل بلند كده، وفي هنا التكتشرز. لو دخلت على التكتشرز دي هتلاقي المابات اللي انا بقول لك عليها. ادي اول حاجه فيهم، دي الديفيوز، اسمها ديفيوز اللي هي بتبقى اللون. بعد كده هتلاقي دي اسمها الديسبليسمنت. بعد كده عندي دي الرفنس. بعد كده اخر حاجه هتلاقيها النورمال. طيب تعال نشوف بقى المابات دي احنا ممكن نقدر نستخدمها ازاي. تعال ندخل تاني كده جوه بلندر، نمسك البرميل بتاعنا. تعال نشيل كل الماتيريال اللي موجوده دي ونبدا نحط ماتيريال من اول وجديد بالشكل ده. ممكن ان انا اجي افتح كده، اللي نحط ده كده جنبي الناحيه دي الفولدر ده. ممكن ان انا ابدا ان انا ادراج ودروب. ممكن ان انا اعمل دراج دروب، ان انا اسحب كده اول ماب اللي هي اللون بتاعتي اللي هي بيكون اسمها الديفيوز او البيس كولر، واعمل كده واعمل لينك ما بين هنا وهنا. تعال نفعل بس كده الريندر، هتلاقيها ظهرت معاك بالشكل ده. يبقى بدل ما انا حطيت لون انا حطيت تكتشر. بعد كده عندي الحاجه اللي بعد كده اللي هي الرفنس. ممكن اسحب المابه بتاعتي دي هنا كده واروح جاي اعمل لها لينك في الرفنس. بعد كده عندي هنا في النورمال، ممكن برضو اسحبها كده واوصل دي بالنورمال. بس خلي بالك النورمال من ضمن الحاجات، بص الدنيا باظت ازاي. النورمال من ضمن الحاجات اللي عشان تضاف في التكتشرز بتاعتك محتاجه كونفيرت. خد بالك من حاجه صغيره هنا كده، هتلاقي النود بتاعت او اللينك بتاع كل واحده من دول ليه لون معين. الاصفر ده للالوان، للحاجات اللي فيها لون. اللون الجراي هو ليه علاقه بالحاجات اللي ما ينفعش يكون فيها لون، زي الرفنس والميتاليك والاي او ار والالفا الكلام ده كله. اللون اللي هو البنفسجي ده شويه بقى، ده عشان يتوصل مع اي حاجه لازم نوده ثانيه نضيفها هنا معانا. لازم نوده ثانيه نضيفها هنا معانا اسمها نورمال ماب. النورمال ماب دي وظيفتها ان هي بتحول الشكل التكتشرز ده او شكل التكتشر دوت لانه يبقى نورمال. طيب احنا كنا اتكلمنا في الاول كده قلنا ايه النورمال؟ النورمال اللي بيدي لك احساس بان في حاجه عاليه وحاجه واطيه او في بروز جوه البتاع. خلي بالك من الجمله اللي انا بقولها، هو بيدي لك احساس، بس هنشوف دلوقتي هل هو فعلا بيكون في بروز ولا لا. طب تعال نطبق ده بشكل عملي. بندوس كنترول ايه، بندوس شيفت ايه، ونيجي هنا نكتب نورمال. فبيكون عندك هنا نورمال ماب، بناخدها ونتحرك كده لحد ما نيجي عند الوسط. بص اول ما باجي عند النص هنا اللي بيحصل، هتلاقي اللاين ده اتعمل له هايلايت كده، بتروح جاي دايس خلاص كده بقى هو ده اللينك. بصوا الماب رجعت لطبيعتها تاني. طبعا عندك هنا في السترينث اللي هو قوه النورمال دوت. هنشوف كل ده بيعمل ايه دلوقتي. نفس الكلام برضو هيبقى عندي هنا الديسبليسمنت بيتوصل فين؟ بيتوصل هنا. نفس الكلام احنا قلنا طالما هي النوده دي موجوده لونها كده او اللون اللي هو البنفسجي دوت، فانا كده محتاج لينك. فانا ممكن اوصل ده هنا واجي هنا ادوس شيفت ايه واكتب ديسبليسمنت بالمنظر ده. كده انا عملت ايه؟ كده انا وصلت كل المابس بتاعتي اللي انا نزلتها بالماتيريال البي بي ار. كده انا عملت تكتشرنج. طيب انا دلوقتي بقى مثلا يعني لو واخدين بالكم الشكل بتاع الخشب بتاعي ده شكله كبير، يعني اكبر من البرميل، وبعدين هو جاي بالطول، انا عايزه يجي بالعرض. فده انا ممكن اتحكم فيه ازاي؟ اتحكم فيه عن طريق حاجه اسمها المابنج. المابنج بتاعي هنا في حاجه اسمها فيكتور، فممكن تيجي تسحب دي كده. اتحكم فيها عن طريق ايه؟ اتحكم فيها عن طريق حاجه التحكم هنا عن طريق حاجه اسمها المابنج. ممكن ادوس شيفت ايه واكتب هنا مابنج، هينزل لي النوده دي. بلس كمان انه طيب انا كده عملت التكتشر بتاعي وحطيت كل تكتشر في السوكت بتاعه. طيب هل انا دلوقتي بقى لما ببقى محتاج ان انا احط اي تكتشر جديد هبدا احط نفس الكلام ده او اعمل نفس البروسيس دي، ان انا اخد تكتشر من هنا او اخد الصوره من هنا واحطها في السوكت بتاعها؟ لا، بلندر زي ما اتفقنا ان هو برنامج ذكي قوي، فانت ممكن نيجي نمسح كل الكلام دوت. في حاجه صغيره كده بس هنفعلها في البرنامج. هنيجي هنا على edit ونخش على preferences ونيجي هنا على الادونز
ونكتب هنا نود، هتلاقي ظهر لك حاجه اسمها هنا كده اسمها نود رانجلر. انا مش عارف هو ليه بلندر ما بيعملهاش اوتوماتيك ان هو بيفعلها، لان هي دي ما حدش بيستغنى عنها خالص، بس تمام احنا هنفعلها من هنا ونيجي عند الثلاث نقط دول وندوس سيف بريفرنسز. هتيجي عند الماتيريال بتاعتك بقى اللي انت حطيتها وهتدوس كنترول شيفت تي، هيفتح لك الويندو اللي قدامنا دي، هتختار المكان اللي فيه التكتشرز اللي انت نزلتها اللي هو كان في حالتنا دي هنا، تختارهم هنا كده كلهم وتدوس هنا. بص عمل ايه، هو اوتوماتيك راح جاي عمل لينك لكل مابا من دول في المكان بتاعها، وحط كل لينك لكل حاجه، حط لك الديسبيسمنت على الديسبيسمنت والنورمال على النورمال وكل حاجه على كل حاجه. اوكي طيب هتيجي دلوقتي تقول لي طب ليه شكلها تحس ان هو مبكسل كده، في مشكله. هقول لك هنا الديفولت بتاع اي ماتيريال بتنزل ان هي بتكون حاجه اسمها في هنا النورمال، وفي هقول لك الديفولت بتاع الماتيريالز اللي بتنزل في بلندر هي فيها بجايه كده، او مش بجايه، هي بيبقى النورمال بتاع بيبقى الديفولت بتاع ان هي بتنزل يا اما بالنورمال بس او بحاجه اسمها البامب بس او بالبامب والديسبيسمنت. انت بتقول له انا عايز اعمل البروز بتاعي في الماتيريال دي يا اما بالنورمال بس يا اما بالنورمال والديسبيسمنت. لو انت هتحتاج الديسبيسمنت فبتيجي هنا على الماتيريال وبتنزل تحت خالص عند السيتنجز هنا زي ما بقول لك هنا الديسبيسمنت دي انت بتقول له يا اما انا محتاجها بالبامب بس، البامب ده اللي هو النورمال، يا اما بتقول له انا محتاجها بالديسبيسمنت بس ان انا هعمل بالديسبيسمنت بس، او بتقول له ان انا هعمل بالاثنين مع بعض بده وبده. خلاص خلينا عشان ما نشتتش نفسنا بس دلوقتي تعالى نشيل النوده بتاعه الديسبيسمنت دلوقتي ونخليها بامب اونلي ونشوف مع بعض. طيب انا دلوقتي بقى زي ما كنا بنتكلم ان المابا بتاعتي هي متوصله ومعموله بالطول، لو واخدين بالكم هو هنا بص جمع لي كل النقط دي، فعشان ما نشتتش نفسنا خلينا نفصل الديسبيسمنت بس دلوقتي. طيب واخدين بالكم هو عمل ايه كمان هنا، هو وصل لي كل الحاجات اللي اسمها فيكتور دي في نقطه واحده، وصلوا مع بعض في نقطه واحده كده، ودول اتوصلوا بمابا ثانيه اسمها المابنج، وبعد كده توصلوا بحاجه اسمها تكتشر كوردينيت. ما تشغلش برضو بالك كتير قوي هنا التكتشر، يعني ما تشتتش، ما تخافش خالص من فكره النودز اللي متوصله ببعض دي حاجه يعني بسيطه جدا. المابنج دي هي مسؤوله عن ايه، لو بصيت كده هتلاقي مكتوب هنا لوكيشن وروتيشن وسكيل، اي اللي هو الطبيعي بتاعنا في ال 3 دي. دول بتوع ايه، دول بتوع ان انا بقول له دلوقتي ان انا اللوكيشن بتاع المابا دي انا عايز احركها كده شويه، عايز احرك التكتشر بتاعي ده كده شويه، او عايز احركه على الواي شويه، عايز اخلي المابا دي ان هي تمشي كده يمين او شمال شويه، عايز اخلي المابا بتاعتي تلف. يعني لو واخدين بالكم المابا بتاعتي هي هنا الخشب بالطول، طبعا عايز اخليه يلف فهلف هنا 90 درجه، واخدين بالكم عامل ازاي. طب السكيل بتاعي كبير قوي وانا عايز اصغره، فهعلم على الثلاثه دول مع بعض عشان يكبروا ويصغروا مع بعض، واكتب هنا مثلا خليهم 5. بصوا بقى صغر معايا بالشكل ازاي. دي المابنج. التكتشر كوردينيت هي هي ممكن تكون مرحله ممكن نتكلم عنها قدام شويه، بس هي الشاهد فيها او التكتشر كوردينيت هو بيقول لك ان اللي بيحصل دوت بيحصل بناء على ايه. في هنا كذا نوع بالنسبه لي، في الجنريت والنورمال واليو في والاوبجكت والكاميرا والويندو والريفليكشن. عاده ما بنستخدم اليو في اللي هو هنتكلم عنها قدام شويه، ان انت بتفرد الشكل اللي قدامك اللي هو مثلا شكل الاسطواني ده، بتخلي التكتشر يلف حواليه ازاي، او ان انت بتختار ايه اللي بيحصل فين، ايه اللي بيحصل على انهي وش من دول. فخليها برضو دلوقتي كده على جنب، هنبقى نتكلم عنها ان هو على طول احنا بنوصلها، او اغلب الوقت احنا بنوصلها على طول في اليو في، او هي بتتوصل على طول في اليو في، وكده يبقى انت مبروك انت عملت التكتشر بتاعك على الموديل بتاعك بالشكل ده. طيب تعالى نتكلم بقى على الجزئيه اللي انا كنت بقول لكم عليها من شويه، فكره النورمال. ايه الفرق ما بين النورمال والديسبيسمنت؟ النورمال احنا اتفقنا ان هي موجوده هنا اهي، والديسبيسمنت احنا فصلناها خالص. طيب انا كنت قلت لكم من شويه ان النورمال هو بيدي لك احساس ان في بروز او حاجه عاليه وحاجه واطيه. لو بصيت كده على الفروقات اللي ما بين الخشب دوت هتحس ان في جزء داخل لجوه وجزء خارج لبره. طب تعالى لو احنا جينا جربنا نبص من الجنب شويه كده، بص ايه اللي حاصل. هي مفيش حاجه عاليه وحاجه واطيه، هو ده خط اسود بس موجود، فده اللي بيدي لك الاحساس ان في حاجه عاليه وحاجه واطيه، ده النورمال. طيب الديسبيسمنت تعال نفعل دي تاني، نرجع دي نخليها تبقى ديسبيسمنت اند بامب، ونوصل النوده تاني بتاعه الديسبيسمنت على الديسبيسمنت. بصوا ايه اللي حصل. طبعا الدنيا هي ضربت قوي لانه الديسبيسمنت هو بيعمل ارتفاع حقيقي عن الارض. طيب اتحكم فيها ازاي، او اتحكم في السترينث بتاعها ازاي، او في قوتها ازاي؟ بتيجي من السكيل ده هنا مثلا، تعال نقللها كده نخليها 0.1، قلت شويه معانا اهي، تعال نقللها تاني 0.02. بصوا ايه اللي حاصل بقى هنا. لو واخدين بالكم الخشب هتلاقيه بدا يرفع شويه عن المكان الطبيعي او المكان اللي موجود عنده. تعال نفصل دي عشان تشوف الفرق. بصوا كده، فده الفرق ما بين الديسبيسمنت وده الفرق ما بين الديسبيسمنت والنورمال. الديسبيسمنت هو بيعمل ارتفاع حقيقي عن الارض، النورمال بيديك بس احساس ان في ارتفاع شويه. احيانا بتحتاج دوت واحيانا بتكون لا يعني انا طالما مش هقرب من الاوبجكت قوي بتاعي فخلاص انا ممكن ما احتاجش الديسبيسمنت فبفصله خالص من هنا. ممكن بس ابقى محتاج ازود السترينث بتاعتي من هنا شويه، اخليها مثلا 2 فيديني تقل شويه، او لا اقللها شويه اخليها 0.1 فيديني احساس ان هي فلات شويه كده. اوكي كده احنا عملنا التكتشرنج
البرميل. دي الطريقه الاولى ان انت تعمل بيها تكتشرنج للبرميل بتاعك دوت. طيب ايه الطريقه الثانيه؟ لو فاكرين احنا لما نزلنا التكتشر بتاعنا كان موجود في فايل بلند كده بقى موجود معانا صح؟ طيب ممكن استخدم الفايل ده في ايه؟ ممكن اجي هنا كده وادوس اعمل هفتح فايل، عندي هنا اختيار او عندي هنا حاجه اسمها ابند، اختار المكان اللي فيه الماتيريال اللي انا نزلتها وهفتحها كده، هيفتح لي كذا حاجه. ابند دي انت بتقول له انا محتاج اخد كل اللي في الفولدر دوت او كل اللي في الفايل دوت اخده عندي في البروجكت بتاعي، اخده هنا كانك بتاخده كوبي بيست. فهو بيقول لك طب انت محتاج ايه؟ في كاميرا وفي كولكشنز وفي ايمج في لايتس في ماتيريالز في مش في ايه اللي انت محتاج تاخده من الفايل اللي هو دوت. فانا هاجي هنا اقول له انا محتاج الماتيريال، ادي الماتيريال بتاعتي اهي. تعمل كده لو فتحت هنا في الماتيريالز هي اسمها وكتبت اسمها هتلاقيها جات لك هنا بالشكل ده. اوكي دي طريقه ودي طريقه، يا اما تفتح النود رانجلر وتدوس كنترول شيفت تي وتختار المابات وتعلمها، او تعمل لها ابند زي ما احنا عملنا كده. دي طريقه ودي طريقه، دي صح ودي صح، مفيش اي اختلاف في الاثنين. الابند بتفيدك في ايه بعد كده؟ ان انت ممكن لو في اي بروجكت ثاني انت عايز تاخد منه اي اوبجكت او تاخد منه اي عملت انفايرمنت او عملت ماتيريال او عملت اي حاجه عايز تاخدها، الماتيريالز في بلندر ما بتتنقلش كوبي بيست كده، لا هي لازم تعمل لها ابند، لازم تعمل سيف للفايل وتفتح الفايل دوت الناحيه الثانيه تعمل ابند وتاخدها ليك. اوكي طيب تعالى نكمل بقى التكتشرنج بتاعنا لمثلا حاجه زي الحاجات اللي هي الدورانات دي. او تعالى الاول نفصل الجزء اللي قدام دوت كنترول ال، والظهر ده كمان كنترول ال. انا عايز اظهر السكرين كاست بتاعتي، معرفش هي فصلت ليه. كنترول ال وكنترول ال، وهعمل كليك يمين واعمل هنا سيبريت باي سيلكشن عشان افصل الجنبين دول اللي هم بتوع البرميل واعمل عليهم اساين او اعمل لهم لينك للماتيريال دي. فهعلم على الجنب بتاع البرميل ده واعلم على الجزء اللي هو الجسم بتاعه، بس خلي زي ما اتفقنا الاكتيف اليمنت يكون على الجسم عشان ده اللي انا هاخد منه الماتيريال. وهدوس هنا كنترول ال لينك للماتيريال هيبقى معايا بالشكل ده. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا طبعا لو غيرت اي حاجه هنا هيتغير معايا بالتبعيه هنا. لو انا غيرت مثلا في الكوردينيتس دي رجعتها كلها صفر بترجع معايا بالشكل ده. تمام. طيب انا شايف برضو ان في الجزء بتاع البرميل اللي قدام دوت والجزء اللي جوه ده كنترول ال، الجزء ده كله انا ممكن اخده معايا برضو في الخشب، والناحيه الثانيه ممكن اخد كل دول معايا كده كنترول ال واعمل كليك يمين سيبريت باي سيلكشن اللي هي الاجزاء دي، واعمل لهم برضو لينك للماتيريال بتاعي. ادوس هعلم على اول حاجه الجزء اللي انا عايز احط له ماتيريال وادوس شيفت واختار الجزء اللي انا عايز اخد منه الماتيريال. بعد كده ادوس كنترول ال، بعد كده اعمل لينك ماتيريال فيبقى معايا بالمنظر ده. تعالى نبص بقى كده من قريب. اوكي طبعا ممكن بقى تيجي بعد كده تشوف بقى انت لو مش عاجبك فكره ان الخطوط تبقى بالعرض كده وعايز نلغي الروتيشن بتاعها نخليها مثلا بالشكل ده، مفيش مشكله. طيب تعالى بقى نروح للحاجه اللي بعدها. تعالى نرجع ورا تاني كده تعالى نعمل سيرش بقى مثلا على ميتال ونشوف ايه هو الميتال اللي ممكن يبقى مناسب معانا على البرميل ده. طيب تعالى نرجع تاني بقى مثلا للويب سايتس بتاعتنا دي. تعالى نخش على الويب سايت بتاع 3dtexture.me. انا بحط لكم اللينكات دي في الديسكربشن. يعني تعالى نجيب الميتال من هنا، الميتال، ونشوف ايه هو نوع الحديد اللي ممكن يبقى مناسب معانا. تعالى وليكن مثلا نختار الحديد ده. هنيجي ننزل تحت هنا وبيقول لك بص المابس اللي معاك الديفيوز والنورمال والديسبيسمنت والرفنس والامبيانت اكلوجن والميتاليك. هتيجي من هنا كده تنزل تحت تقول له داونلود اول مابس. ادي المابس هي على جوجل درايف، هتعمل تنزيل الكل او داونلود اول، تختار المكان اللي انت هتسيف فيه. بعد كده هتيجي هنا ونفك الضغط بتاعنا بالمنظر ده. نيجي ندخل هنا دي كده اهي المابس بتاعتي كلها زي ما عملنا بقى المره اللي فاتت. هنيجي على الحديد اللي هو لافف حوالين البرميل دوت وهنعمل من هنا نيو، ندوس دوت عشان نعمل فوكس لو انت بعيد كده خالص مثلا في الماتيريال وانت مش عارف الماتيريال بتاعتك نزلت فين، بتدوس على الدوت في الكيبورد اللي هي بتعمل الفوكس، هتجيب لك برده الماتيريال بتاعتك. هنقف على الماتيريال، هنقف على البي اس دي بتاعتنا وندوس كنترول شيفت تي زي ما متعودين، نختار المكان بتاعها فين مكانها، وبعد كده نعلم على الحاجات دي. ما تاخدش الماتيريال اللي فوق دي لان اللي فوق دي اللي هو البريفيو بتاعنا فاحنا مش محتاجين دوت. وبعد كده بتدوس على برنسبل بي اس دي اف بيروح عامل لك لينك لكل الماتيريالز اللي معانا. طبعا الديسبيسمنت بتوصل، احنا مش محتاجين الديسبيسمنت هنا في حاجه فبتشيلها خالص ويبقى معاك بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب انا شايف ان الحديد كبير قوي، فهاجي هنا عند النورمال، هاجي هنا عند المابنج. انا عايز اصغر السكيل بتاعه شويه فاعلم على الثلاثه دول كده مع بعض. لما بتعلم عليهم مع بعض وتكتب رقم بيتطبق في الثلاثه. فتعالى ندوس هنا مثلا ونخلي دول السكيل بتاعنا 10 هيبقى معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب حلو قوي. تعالى نعمل نفس الكلام برده في الحامل دوت اللي تحت. نرجع تاني هنا كده. تعالى نخلي دوت مثلا نختار ايه؟ تعالى نختار الوود وتعالى نجرب ده كده مع بعض. هو ده ستايلايزد اكتر فشكله مش حقيقي يعني، فلا طب تعالى نجرب حاجه ثانيه. تعالى نجرب ده في
ديسبليسمنت وكده شكله هيبقى حلو. عشان برضو نستخدم الديسبليسمنت نعمل داونلود اول ليهم كلهم. بعد كده هنيجي هنا ندوس سيف از، نختار المكان اللي احنا محتاجين نسيب فيه، هنفك الضغط بتاعه كده، ادي الفولدر بتاعنا. اوكي ممكن ناخد ده من هنا كده كوبي، ونيجي ندخل على بلندر، هنختار الجزء اللي تحت ده. نشوف بس الاول، اعتقد ان هو محتاج يبقى فيه سب ديفيجن، محتاج يكون فيه بوليجونز زياده عشان خاطر نعرف نطبق عليه الديسبليسمنت، لان الديسبليسمنت بيحب الفيسز الكتير وبيحب البوليجونز الكتير. هنيجي من هنا هندوس نيو، ندوس على الدوت في الكيبورد عشان نعمل فوكس للحاجه بتاعتنا او للماتيريال بتاعتنا. كنترول شيفت تي، هنختار المكان اللي احنا خدنا له كوبي، هندوس هنا بيست المكان دوت اللي احنا خدنا له كوبي. هنيجي هنا وندوس كنترول في عشان يجيبنا على طول للمكان بتاع، وهختار المابس بتاعتي كلها ما عدا البريفيو طبعا، وهدوس برنسبل بي اس دي بقى معايا بالمنظر ده. طيب انا هنا بقى لا، انا محتاج استخدم الديسبليسمنت هنا، فهاجي على الماتيريال، وزي ما اتكلمنا من شويه في السيتنجز دي هنخليها تبقى ديسبليسمنت اند بامب. طبعا الدنيا ضربت خالص. هنقلل بقى السكيل بتاعنا ده من هنا، نخليه 0.1 يعني، الماتيريال كمان نفسها محتاجه ان السكيل بتاعها كمان يصغر، نخليه 10 عشان تبقى بالمنظر ده. ممكن نقللها شويه كمان، نخلي دي تبقى 20، ونديها شويه سب ديفيجن تاني كده عشان يبدا يتطبق عليها. تعال نقلل الهايت دي شويه كمان، نخليها 0.05 0.01، فبقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اوكي هي طبعا بقى الموضوع كله بس بيبقى تويك شويه في حته ان انت بتقعد تجرب وتشوف ايه التركيبه المظبوطه اللي ما بين كل المابس دي مع بعض كده، بالذات في الديسبليسمنت، لان الديسبليسمنت الحركه الواحده اللي فيه بتفرق قوي في الشكل النهائي بتاع الحاجه. كمان برضو عايز اقول عليها هنا، الميد ليفل دوت بيقول لك الماتيريال دي هتطلع بره قد ايه، فيعني عاده ما بنسيبها 0.5 عشان ما يبقاش التاثير شكله وحش يعني، او شكله بشع يعني. خلاص كده احنا يعتبر عملنا تكتشرنج للصندوق او البرميل بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عرفنا ازاي نعرف نحط المابنج ونحط المابس على بعض عشان نطلع في النهايه الحاجه بتاعتنا تطلع ريل. لو احنا جينا حطينا هنا بقى مثلا بلانه، كبرناها كده شويه، وتعالى نشوف لو احنا طبقنا، خدنا الماتيريال دي وطبقناها على الارض دي من هنا كده شكلها زي ما احنا شايفين اهو. بس عشان ما يبقاش الدنيا مشتته قوي، ممكن تبقى تحط ماتيريال تانية، يعني تجيب من هنا كده ماتيريال تانية للارض، للجراوند. اعتقد في حاجات هنا للجراوند اهي. تيجي بقى هنا وتختار بقى الحاجه اللي انت شايفها ممكن تكون كويسه زي دوت كده، مثلا تبقى زي كده. كده حطيت الارض بتاعتي. تعالى لو جيت بقى زي ما بقول لك التكتشر بتاعك، بص بقى لو انا قربت من الارض قوي، شايف شكلها بقى، تحس ان هو مبكسل ازاي. ده اللي انا بقول لك عليه بقى، ان انت في الحاجات اللي زي دي، طالما انت الكاميرا، لو الكاميرا بتاعتك هتبقى قريبه من الارض قوي، يبقى لازم التكتشر بتاع الارض ده يبقى يعني اقل حاجه 4K. هنا التكتشر ده اعتقد التكتشر ده، بص ده 1K يعني، ده يعني قليل قوي، الريزوليوشن بتاعه قليل قوي. فانت بتدور بقى في الحاجات اللي هي ليها علاقه بالارض او قريبه من الارض او قريبه من الكاميرا عموما، لازم تكون الريزوليوشن بتاعها عالي. انما انت بص، طول ما انت شايف من بعيد كده الدنيا تمام وسموث جدا وزي الفل، مفيش مشاكل فيها خالص. اتفقنا؟ تعالى بقى نبدا نخش في مرحله جديده. عندي حاجه كمان برضو محتاجين نتكلم فيها، نعرفها مع بعض، اسمها اليو في اديتنج. اليو في اديتنج متخصص او مختص بالحاجات التكتشرنج اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شويه. طيب انا دلوقتي كنا منزلين مابا اللي هي بتاعه، تعالى نفترض مثلا بتاعه الخشب ده. هو منين السوفت وير بيعرف ان انا الخشب دوت عايزه يلف على الجزء ده؟ بيلف عن طريق حاجه احنا كنا اتكلمنا عنها هنا او قلناها هنا، اسمها التكتشر كوردينيت، واخترنا هنا اليو في. اليو في هو عباره عن ان انت المجسم بتاعك ايا كان مدور او مضلع او وات ايفر، لازم يتفرد، يبقى يتعمل له حاجه اسمها انراب، اللي هو لازم يكون مسطح قدامك كده، عشان المابا دي هي المابا دي مسطحه وبتنزل بتلف على العنصر بتاعنا. فانت لازم تعمل حاجه اسمها انراب للعنصر بتاعك او للاوبجكت بتاعك، وبعد كده بتختار تشوف المابا دي هتلف عليه ازاي، هل عايز تكبرها، هل عايز تصغرها. بنشوف ازاي ده ممكن نعمله مع بعض. طيب الانراب دوت او اليو في اديتنج دوت بنتعامل معاه ازاي؟ تعال نخش هنا في ورك سبيس هي خاصه بالموضوع دوت، اسمها يو في اديتنج. بندوس عليها كده. المكعب دوت لو دخلنا على الايديتنج، لو دخلنا على الايديت مود، اتفقنا المره اللي فاتت انه المكعب دوت عباره عن 6 اوجه. لو دوسنا على حرف الاي اخترنا كل الست اوجه، هتلاقيه بص اتقسم عندك هنا، دي 1 2 3 4 5 6. حلو كده. لو انا حطيت اي تكتشر هنا، فالتكتشر دي بتتوزع ان الجزء ده هيبان فيه كذا، 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 وهكذا. طب تعال نجرب ده مع بعض كده. لو حطينا ماتيريال، عملنا اساين، تعال نقسم دي، عمل كراش وانا على اليو في اديتنج. شكرا يا بلندر، شكرا يا بلندر يا جميل. طب هتفوق ولا اقفلك؟ اقفلك عشان اليو في اديتنج. طيب ادي الماتيريال بتاعتنا اهي. تعال نحط بقى المابا دي، يكون مثلا مابة الخشب دي عشان نشرح عليها اليو في، وليكن هتبقى كده. تعال نفعل من هنا الخيار دوت بتاع اليو في سيلكشن، سينك سيلكشن، عشان لما ادوس على اي فيس من دول يجيب لنا اف. واخدين بالكم بص الماتيريال هي واصله ازاي؟ تعال بقى نبص عليها او شكلها ازاي بيبقى على اليو في اديتنج. هنا زي ما قلت لكم ان الجيو بتاعك بيبدا ان هو يتفرد،
المكعب ده كانك فردته كده كانها كرتونه، ورحت انت جاي فاردها قدامك كده، بيبقى ده منظرها بالظبط، ده المنظر بتاعها كده كلها. عشان برضو نفهمها اكتر بيبقى زي دي، شايف اللعبه دي او المجسم ده لما بتيجي تاخد الكيس دوت تفرده بيبقى ده الشكل بتاعه النهائي. لما بتيجي تلفه بقى حوالين الاوبجكت اللي جوه او الشوكولاته اللي جوه والحاجه اللي جوه بيبقى منظرها لافف عليها، فده الشكل الطبيعي بتاعها كده. دي كده معمول لها انراب كده، اليو في معمول له انراب وكده اتطبق على العنصر بتاعي. كيف ده حاجه مهمه قوي لازم نفهمها في حته اليو في. هنبص في حالتنا في البروجكت بتاع البرميل اللي احنا كنا شغالين عليه من شويه. تعال نخش على اليو في اديتنج وتعالى نختار مثلا الفيس ده بتاع البرميل نفسه وندوس على حرف الاي، فعمل لي سيلكشن عليهم كلهم هنا زي ما احنا شايفين كده. تعال نفعل من هنا برده اليو في سينك سيلكشن ونختار من هنا المابه بتاعه الديفيوز خلاص. ولو فعلنا من هنا كده البريفيو بتاع الريندر هتلاقي اليو في بص هو واخد الجزء ده بس من المابه نفسها او من الخشب نفسه. طب لو انا عايز اخلي الخشب دوت يبقى بالعرض، احنا كنا اتفقنا ان اليو في اديتنج ممكن تلفها من هناك او ممكن تيجي من هنا تدوس ار 90 مثلا. بصوا ايه اللي بيحصل في الجنب ده، هتلاقي الخشب بتاعك بيتلف معاك بالمنظر ده. ممكن تصغر شويه لو عايز تخلي التكتشر نفسه يجي، او ممكن تكبر. فواخدين بالكم هي مدوره اتعمل لها فرد زي ما احنا شايفين قدامنا كده هنا بالشكل ده، وكل ما انت بتتحكم فيها او بتغير فيها اي حاجه ده قدامك بيتغير. طيب لو انت يعني في طبعا طرق كتير بقى عشان تعمل انراب لليو في بتاعنا، بس يعني اعتقد ده مستوى متقدم شويه مش عايزين نخش فيه دلوقتي عشان خاطر ما نتسهلش وما يعني الموضوع ما يبقاش كبير علينا دلوقتي. بس اهم حاجه ان انت تفهم ان في حاجه اسمها يو في، واليو في دوت بيبقى مهم جدا في حته التكتشرنج لانه بيأثر في الجوده النهائيه او في المنتج النهائي بتاع الحاجه بتاعتك، وانت بتشوف بتختار من خلاله انا محتاج اعمل ايه. تعال ندي مثال تاني برضو على البروجكت بتاع الطفايه ده. في عندنا حاجه اسمها تكتشر بينتنج بنستخدم فيه اليو في ده بشكل كبير. لو انا الطفايه بتاعتي اللي هنا دي انا عاوز احط عليها الليبل ده، لو عايز احط عليها الليبل بتاع الطفايه دوت، انا منزل ليبل من على النت بالشكل ده كده وعايز احطه على الطفايه بتاعتي. تعال نشوف بقى دوت ممكن نعمله ازاي. اول حاجه عشان احط الليبل بتاعي بقى هنا انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اول حاجه احط هنا الاول تكتشر عشان اوصلها في البيس كلر. فهاجي من هنا هدوس شيفت ايه وادوس ايمج تكتشر واحط الايمج تكتشر دي هنا. طبعا انا محتاج اعمل واحده جديده فهدوس نيو وممكن اسمي دي ماب، وممكن تخلي الريزوليوشن بتاعها دي كده 1K او لو عايز تزوده 2K براحتك. بعد كده ادوس نيو وهوصل المابه دي في البيس كلر بتاعي فاتحولت للون الاسود. طيب انا عايز الاول اخليها لونها احمر عشان ابدا احط عليها التكتشر بتاعي. فهجيب من هنا الفيل واختار مثلا اللون الاحمر دوت وهدوس كده تمام، فاتحولت معايا باللون الاحمر زي ما احنا شايفين. وبعد كده هرجع تاني للبرش بتاعتي، اخش على السيتنجز من هنا. تعالى نشرح بقى سريعا كده السيتنجز اللي هنا دي ايه. دي البرش اللي انت بترسم بيها. هنا السيتنجز بتاعتها الراديوس اللي هو المساحه بتاعتها او الحجم بتاعها بالشكل دوت، السترينث قوتها قد ايه. الاختصار برده بتاع الاثنين دول لو عايز بدل ما كل شويه تيجي تعمل من هنا ممكن تدوس على حرف الاف دوت بيعمل لك الفيزر بتاعها، او ممكن تدوس شيفت اف. الاف ده بيجيب لك الحجم بتاعها لو عايز تصغرها قد ايه. شيفت اف بيعمل لك الفيزرنج بتاعها ان هي تبقى ناعمه شويه من الاطراف. اوكي بعد كده عندي هنا في الكالر بيك لو انت عايز ترسم بلون معين. يعني مثلا لو عايز ارسم باللون دوت وجيت عملت كده هنا. تعالى الاول نفعل نفتح بس تعالى مثلا نشوف لو احنا اخترنا اللون ده كده وبدانا ان احنا نرسم هنا. لو عملنا مثلا حرف الاي بالشكل ده كده بص هو اتطبق فين. تعالى لو دخلنا على الايديت مود بص هو فين بيرسم فين. فكده انا اقدر بقى ان انا ارسم براحتي خالص على التكتشر بتاعي بالشكل ده، اعمل عليه اللي انا عايزه كله ماشي. طيب خدت بالك ان هو هنا بص عمل ايه. انا كتبت هنا مثلا عملت العلامه دي هنا، هي اتطبقت هنا كمان. ليه؟ هنا في مشكله في اليو في انراب بتاعي. عشان احل المشكله دي هعمل ايه؟ تعال نرجع ورا خالص كده بدل قبل كل ما نرسم كل ده، ونعلم على كل الفيسز ديت مع بعض وندوس هنا على حرف اليو ونعمل هنا سمارت يو في بروجكت. هنختار بس من هنا الايسوليت مارجن ديت هنخليها 0.01 دي عشان تسيب مساحه شويه ما يبقاش الحاجات لازقه في بعض قوي هنا، وندوس انراب. فبص هو قسم لي الدنيا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده ماشي. تعالى بقى نجرب لو احنا جينا رسمنا هنا. الاول هحتاج بس ارجع تاني احط اللون الاحمر بتاعي هنا عشان يبقى متطبقه معايا. بعد كده هجيب البرش بتاعتي وابدا ان انا مثلا بقى لو جيت عملت هنا كده مثلا الدايره دي بص هو اتطبق فين. الناحيه الثانيه مش هتلاقي فيها اي حاجه، هو هتلاقي بس في الفيس اللي انا راسم عليه، عكس اللي قبل كده كان بيطبق في ده وفي ده. واخدين بالكم؟ بصوا مالكش دعوه باللي بيحصل هنا لان هو كده كده فارد الحاجه دي قدامه زي ما قلت لك. فانت ليك بس بالرسمه او الحاجه اللي انت عايز تعملها قدامك هنا دي تاكد ان هي خلاص كده هي بقت مظبوطه. ما كده انت عامل انراب بشكل مظبوط، فتقدر ان انت براحتك بقى تلون الجزء اللي انت محتاجه والتاثير بتاعه بص هيبان جنبك هنا. اوكي
طيب ده كده لو احنا عايزين نرسم بايدينا. طيب احنا عايزين نحط الليبل بتاعنا، فنفترض ان احنا عايزين نحط الليبل بتاعنا هنا، مش هنعمل بالكالرز يعني مش نرسم بالكالر، لا احنا هنيجي هنا كده نقول عايزين تكتشر، والتكتشر ده احنا هنعمل نيو. طيب عشان تحط التكتشر بتاعك انت لازم تيجي هنا على التكتشرز دي مخصصه للتكتشرز، وهنيجي من هنا نقول له اوبن، نختار المكان بتاع المابا اللي انا مختارها اللي هي دي. اوكي طيب هرجع تاني بقى عند التول بتاعتي. لو جيت رسمت بقى كده بص هتلاقيها هي بتعمل ايه، هي بترسم على كل بترسم على الفيس كله كل المابا بتاعتي، بس انا مش عايز كده. فهتلاقي عندي هنا في حاجه اللي اسمها المابنج، ممكن تدوس من هنا وتختار ستنسل هي بتظهر لك المابا بتاعتك بشكل شفاف شويه. ممكن لو عايز تحركها تدوس على كليك يمين في الماوس، هتدوس على كليك يمين في الماوس عليها كده تلاقيها بتتحرك معاك. لو عايز تصغرها بتدوس على شيفت وكليك يمين هتلاقيها صغرت معاك مثلا بالشكل ده. انا كده خلاص ده بقى مكانها، ببدا ان انا ارسم عليها وامشي عليها كده بالماوس، ادوس عليها بالماوس بالمنظر ده. بقى نجرب نشوفها كده بقت عامله ازاي. نلغي الستنسل دي خالص. بص هي هنا على اليو في اديتنج بص اترسمت على حته عامله ازاي، بس بص هنا هي قدامك على الموديل هي بقت موجوده كده. اوكي طيب حاجه مهمه قوي بقى، طالما خلصت الرسم كل حاجه، في حاجه مهمه اوعى تنساها، ان انت لازم تعمل سيف. طول ما كلمه ايمج دي موجوده وجنبها النقطه دي فانت كده بيقول لك ان انت لازم تعمل سيف للايمج، او ممكن تيجي هنا كده دوس على السهم دوت وتدوس سيف اول ايمجز، هتلاقيه اتعمل لها سيف على طول في المابا بتاعتك اللي هنا. انا عارف ان هي حته ممكن تبقى يعني شويه تريكي، بس ممكن تعيد الفيديو مره واثنين وثلاثه وتجربها تاني، او ممكن تسيب الجزئيه ديت لو انت بس صدقني هي اول بس ما هتيجي معاك في اول مره كده ممكن تبقى رخمه شويه، بس اول ما تيجي معاك هتلاقي الموضوع خلاص بقى تمام كده. احنا شرحنا اليو في يعني كده، احنا يعتبر لمينا اغلب الحاجات اللي انت ممكن تكون محتاجها في البدايه خالص عن فكره الشيدنج والتكتشرنج، وانت ازاي ممكن تحط تكتشر على صوره معينه او ترسم حاجه على صوره معينه. تعال نجرب بقى على البرميل ده مثلا، نحط ليبل كده عشان برضه الموضوع يثبت في دماغنا. نخش على التكتشر بينتنج، هنختار من هنا النوده بتاع او المابا بتاعت الديفيوز عشان نبقى شايفين قدامنا. هنختار نقف هنا عند البرش، وزي ما اتفقنا احنا مش هنرسم بقى بالبرش يعني مش هنرسم هنا، احنا محتاجين نحط تكتشر، فهندوس من هنا نيو وهنختار في التكتشر هنا هنقول له اوبن، دي التكتشر بتاعتي اللي انا عايز ارسم بيها. وهرجع هنا تاني، لو انا رسمت كده بص انا برسم بالتايل، انا مش محتاج كده، انا محتاج بس اقف الاول على محور الاكس واختار من هنا فيو، اخليها الستنسل عشان تبقى شايفه قدامي. وزي ما اتفقنا عشان احرك لازم ادوس على كليك يمين، عايز اصغر ادوس شيفت كليك يمين مع بعض تبدا تصغر معايا بالشكل ده. احركها مثلا تبقى هنا، يبقى ده الماسك بتاعي. تعال نصغر شويه، انا عايز جزء منها تحت الحديد عشان يبقى شكلها صايع شويه كده مثلا، وابدا ان انا ارسم بقى هنا عليها وليكن بالشكل ده وتطلع معايا كده. انا حطيت العلامه او الساين اللي انا عايز اعملها على التكتشر بتاعي وطلعت معانا بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. سهله كده بقى بالنسبه لك، تجرب مره واثنين وثلاثه لحد ما تثبت في دماغك. مش مطلوب منك في البدايه اكتر بس من ان انت تكون عارف ازاي ممكن تكون بتحط الحاجات دي عشان تمرن ايدك بس ويبان معاك. طبعا ما ننساش انه بعد ما نخلص خالص لازم نعمل سيف للصوره عشان خاطر تبان معايا لما نيجي نرجع تاني هنا عند اللاي اوت نلاقيها اتطبقت معايا، عشان انت لو ما عملتلهاش سيف مش هتطبق معاك خالص. دي مهمه قوي، واخدين بالكم بصوا الافكتات كلها اتطبقت عليها ازاي. طيب كده اعتقد ان احنا لمينا اغلب الحاجات اللي احنا ممكن نكون محتاجينها في التكتشرنج وفي الشيدنج، وفي كمان شويه اتكلمنا عن اليو في. طبعا الموضوع فيه حاجات اعمق من كده بكتير واكبر من كده بكتير، بس خلينا لحد دلوقتي كده خلينا نمرن ايدينا ان احنا ازاي نعرف نعمل شيدنج للاوبجكتس بتاعتنا، ازاي نحط عليها تكتشرز مثلا من الويب سايتس اللي احنا اتكلمنا عليهم، ازاي ممكن نحاول نضيف اي علامات او اي حاجات نرسم على التكتشر بايدينا عشان خاطر نبقى عارفين نتحكم فيه. كل ده هيساعدك في انك بعد كده تبدا تدخل اكتر وتتعمق اكتر في الموضوع. خلينا نعمل ريكاب سريع بقى. احنا اتكلمنا الاول عن الريندرنج وانواع الريندر اللي جوه بلندر، واتكلمنا عن الشيدنج وازاي نعرف نخلي العناصر بتاعتنا تتفاعل مع الاضاءه اللي بتنزل معاها. اتكلمنا عن التكتشرنج وان احنا ازاي نقدر نضيف ملمس او روح جوه الاوبجكت بتاعنا او جوه الجيو بتاعنا عشان يبان، نديله احساس او يدي احساس ان هو فعلا ده خشب او ميتال او ازاز او وات ايفر. اتكلمنا عن التكتشر بينتنج واحنا ازاي نقدر نضيف بينتنج او نقدر نضيف علامات على التكتشر اللي احنا ممكن ننزله من على النت، مش بس نستخدم التكتشر اللي بينزل على طول. اتكلمنا عن اليو في وان احنا ازاي نعرف نعمل انراب للحاجه بتاعتنا او انراب للبوليجونز بتاعتنا عشان نقدر ان احنا نتحكم فيها بسهوله. طبعا كل اللي اتكلمنا عنه دوت في حاجات بتبقى ادفانسد اكتر فيه، بس خلينا في البدايه دلوقتي كده بس نكتفي بالقدر دوت، وان احنا نبدا نطبق بايدينا ونجرب بايدينا واحده واحده لغايه اما نبقى متمكنين من بس اللي احنا اتكلمنا عنه، وبعد كده نبدا نخش بمراحل متقدمه. المحاضره الجايه هنتكلم عن اللايتنج وان احنا ازاي نبدا نعرف ننور المشهد بتاعنا بشكل يكون كويس، ازاي نبدا نتحكم في الاضاءات، وازاي نعمل مود يكون دراماتيك، وازاي نعمل مود يكون سانسيت، وازاي نعمل مود يكون في الظهر، نعرف ايه انواع الاضاءه اللي موجوده جوه بلندر وازاي نعرف نستخدمهم. الحاجات دي مهمه قوي قوي قوي، وانا بعتبر ان اللايتنج في اي بروجكت هو يعتبر بمثابه 50% من البروجكت كله، لان هو انت ممكن بيه توصل احساس بمجرد بس شويه
شويه بس اضاءات كده، والمود بتاع الاضاءه يوصلك الاحساس اللي انت عايزه. لو في حد عنده اي استفسارات ممكن يبعتها لي او يكتبها في الكومنتس، وان شاء الله مستنيكم المحاضره الجايه. سلام.